تعالوا نعمل مع بعض كب كيك الافران. حلو جدا لللانش بوكس للاولاد. المدارس طبعا خلاص على الابواب، فهنعمله ان شاء الله النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هش وخفيف جدا جدا. يلا نشوف مقاديرنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبايب قلبي، انا معايا هنا عدد 2 بيضه، تمام، وحطيت ربع معلقه صغيره من الفانيليا السايله، ممكن تستبدليها فانيليا بودر لو عندك، تمام. حطينا بيضتين وحطينا كده الفانيليا وبدأنا نضرب حلو جدا كده. طبعا هتحطي مكوناتك كلها سواء في المضرب في الخلاط او بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، سهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها في البيت. مكوناتها بسيطة جدا جدا وان شاء الله النتيجة هايلة، هتنفعكم جدا زي ما قلت لكم لللانش بوكس طبعا علشان المدارس وعلشان خلاص المدارس على الابواب، تمام. حطيت هنا كمان معايا كوباية من السكر، بس هنزل حبة حبة كده واضرب بالمضرب بتاعي سواء مضرب يدوي او مضرب كهربائي، بس مش هضيف السكر كله مرة واحدة، هننزل عليه بس ننزل على البيض كده بالتدريج. بعد ما بنضرب البيض حلو جدا هننزل بالسكر بالتدريج، تمام، لحد القوام يفتح معايا ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله القوام بتاع البيض اختلف جدا واتغير لونه وبقى لونه قوامه كمان تقيل وكريمي وبقى لونه فاتح وابيض، تمام. هننزل كمان هنا بتلت كوبايه من الزيت. خلاص طبعا الزيت هنا برضو هننزل بالتدريج برضو كده سرسوب سرسوب كده بالراحه لحد ما نخلص ضرب الزيت مع مكوناتنا ويختلط مع بعض وحلو جدا، تمام. هنا هنضيف الدقيق معايا طبعا كوبايتين من الدقيق، بس انا هنزل بالدقيق حبه حبه وبالتدريج. وكمان هقول لكم معايا برضو كوبايه من الحليب، حليب بدرجه حراره الغرفه، كل مكوناتنا بدرجه حراره الغرفه، تمام. هنزل برضو بربع كوبايه من الدقيق واضرب، وانزل برضو بربع كوبايه من الحليب واضرب. يعني هننزل بالدقيق والحليب واحده واحده وبشويش كده، كل ما بننزل حبه دقيق هننزل حبه حليب ونضرب، تمام، لحد ما نخلص كوبايتين دقيق وهنخلص كوبايه الحليب، تمام. انا هقول لكم المقدار كله مره واحده دلوقتي ان شاء الله على بعضه كده، ولو حابين ان انا اكتبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف قولوا لي، وانا ان شاء الله هكتبه لكم في صندوق الوصف، تمام، علشان ما تتلخبطوش. هنا زي ما قلت لكم انا بضرب، بصوا انا هنا بس مسرعه الفيديو، لكن انا بضرب بشويش وبالراحه، مش عايزه اخرج الهواء اللي انا دخلته في البيض، تمام. خلاص كده يبقى انا معايا بيضتين ومعايا فانيليا ربع معلقه صغيره او كيسين من الفانيليا، ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر هحطها دلوقتي معاكم، ومعايا رشه ملح، وكمان معايا كوبايه من الحليب وتلت كوبايه من الزيت، تمام. خلاص كده طبعا ممكن تستبدلوا الحليب بسفن او فانتا او اي حاجه يعني انتوا حابينها. ممكن ما تستبدلوش الحليب ويعني ما تستخدموش الحليب وتستبدلوا بيها مكان الحليب تستبدلوا اي حاجه انتوا بتحبوها وبتفضلوها، تمام. انا هنا بضرب كده بشوش، طبعا القوام معايا تقيل فانا هنزل بالحليب برضو لحد القوام ما يتظبط معايا. انا عايزه القوام لا هو تقيل ولا خفيف. هنا ضفت معلقه كبيره من الخل، تمام. خلاص كده تمام كده اهو بالشكل ده. خلاص انا هنا وصلت للقوام المظبوط كده، بصوا اهو بالشكل ده، لا هو تقيل ولا خفيف. خلاص هبدأ كده اجيب اصبه كده في شفشق او اي حاجة ليها بوز كده علشان اعرف اصبه في الصواني بتاعت الكب كيك بتاعتي، تمام. انا هنا بقلب بس كده علشان لو في اي دقيق كده مختلطش يختلط مع الخليط بتاعي. انا هنا كده بحطه كده في حاجة علشان اصبه اهو بالشكل ده، عشان يبقى معايا سهل وبسيط لما انا اجي احطه في الاكواب الكب كيك بتاعتي. خلاص كده سهل وبسيط جدا، اي بنوته لسه مبتدئه تعرف تعمله، يعني مش قصه خالص ولا صعب خالص. هنا انا جبت صينيه الكب كيك بتاعتي، طبعا ممكن تستخدموا الورق الكب كيك ده اللي موجود عند اي حد، تمام. وممكن تستخدموا الحاجات السيليكون دي، الكوبايات السيليكون دي اللي هي بتيجي مع صينيه الكب كيك، تمام. خلاص كده طبعا انا هنا بصب كده الخليط بتاعي، انا مش عايزه املى الخليط بتاعي كله في الاكواب بتاعتي، انا يا دوب يعني الا عقله صباع كده او الا ربعها علشان لسه هتزيد معايا في الفرن. خلاص تمام كده
بالشكل ده. انا هامله كل صينيه الكب كيك بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لو في اي حاجه وقعت على الصينيه حاولوا كده تمسحوها علشان هتخش الفرن هتتحرق منكم. تمام خلاص. طبعا الاكواب دي بتيجي مع الصينيه بتاعه الكب كيك. ممكن زي ما قلت لكم تستبدلوا الاكواب دي، ممكن تستبدلوها بالاكواب الورقيه اللي بتيجي برضو عند اي حد، تشتروها من اي حد مستلزمات حلواني. تمام. هناخد كده صينيه الكب كيك بتاعتنا كده ونضربها خبطتين كده على الرخامه ونبدا. هنا انا طبعا هنا بقول لكم انا حطيت كده باقي الخليط بتاعي في الأكية دي. تمام. انا هنا بدأت كده حطيتها في الفرن، استوت معايا وطلعت بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا دخلناها على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. اخدت معايا 17 دقيقة بالظبط. كان شكلها واستوت وكان شكلها تحفة وجميل ولونها واخدت لون ذهبي فوق وتحت. حاجة بجد وهمية وحاجة سهلة وبسيطة، وما خدتش معايا كمان لا وقت ولا مجهود. يعني زي ما قلت لكم اي حد يقدر يعملها في البيت، مكوناتها سهلة وبسيطة وكمان سريعة جدا. تمام. بصوا ما شاء الله الكب كيك بتاعي خفيف وهش وطري جدا جدا، احلى من اللي بتشتروه من افران مليون مره. طبعا هينفعكم جدا في اللانش بوكس كده، لما تحطي فيه اللانش بوكس بتاع الاولاد كده واحده كب كيك كده تحفه، مع باكو عصير مع فاكهه، حاجه كده وهميه بجد. حاجه جميله جدا جدا وسهله وسريعه، وكمان حاجه انت ضامنه نظافتها، وحاجه حلوه في البيت احسن من بره بكتير، وهتعمل كميه حلوه جدا معاكم. تمام خلاص. بصوا ما شاء الله شكلها تحفه. دي اللي انا عملتها بالاكواب الورقيه دي. ممكن انتوا زي ما قلت لكم تعملوا في صينيه الكب كيك على طول، بس تدهنوها لو انتوا مش حابين انكم انتوا تعملوا زي ما انا عملت كده. بس ما شاء الله هشه وخفيفه جدا، وكمان الكب كيك بتاعي لونه فاتح وتحفه بجد، كأنه كيك اسفنج بالظبط. لازم تجربوها يا جماعة بجد، هايلة جدا جدا. حاجة سهلة وبسيطة وسريعة وتنفعكم جدا للمدارس واللانش بوكس. ان شاء الله هعمل لكم حاجات كتير، وصفات كتير ان شاء الله. لو حابين انكم انتوا يعني حاجه معينه عايزينها للمدارس اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعملها معاكم باذن الله على طول. بصوا ما شاء الله هشه وخفيفه جدا جدا. بصوا ما شاء الله واخده السوى المظبوط، وكمان واخده اللون المظبوط. جربوا ان شاء الله وصفه الكب كيك النهارده لللانش بوكس، والمدارس خلاص على الابواب. كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف عليكم واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، ولكم مع السلامه. باي باي.